السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وياي فيديو بث مباشر E3 اللي راح تحصلونه على تويتش تي في عندي بقناتي. راح نبلش اليوم مع جهاز الاكس بوكس 1 او يعني شركة مايكروسوفت بشكل عام. طبعا هذا السيت اب اللي انا مسويه حق البث المباشر. لا وهو فعلا هذا جزء من السيت اب، لان امس كنت قاعد اسوي تجربة هني، وفعلا في بعض الناس يسألون عن فيديو السيت اب. كنت قاعد اشتغل عليه بس اخرته شوي مني لورا معرض E3 على اساس اني اشوف. تعالوا شلون راح يكون النقل. طبعا هذا الكمبيوتر هو الاساسي اللي راح نتابع فيه، ولكن الكابتشر والتحكم هذا السيت اب. طبعا حوسه عندي هني، وهذه الشاشه الرئيسيه اللي راح انقل فيها او اللي راح اتابع فيها، وانتم هم بعد اللي قاعدين تشوفونها اللي هي الشاشه الرئيسيه حق البث نفسه. طبعا راح تطلع لكم الصورة من جهاز مايكروسوفت سيرفس برو 2 كذلك مع الصوت. اعتقد انه كان عندي قطعة هني، خلوني اجيبها احسن. ولاحظوا على الشاشة، هذه الشاشة اللي انا راح، طبعا انا الحين اتحكم بالماك هذا ريموت عن طريق الريموت كنترول. يعني شلون اللي شفتوه بالماك هذا اللي مساء الاي ماك، هذا راح تشوفونه بالماك بوك. طبعا اتحكم فيه بالماك بوك، بغيت يعني اشوف الصورة، شوف طبعا الحدث نفسه اتحكم فيه هني، يعني مثل ريموت ديسبلاي كذي. ولكن بوقت التسجيل يعني وهذا اللي راح يصير، يعني بغيت اشوف الشاشة او اسجل لكم هني، نتابع ونشوف هني. بغيت اقرا كومنتاتكم، طبعا اقدر اقراها هني بشكل يعني مصغر اشوفها. بس اذا بغيت انتقل لمستوى ثاني، طبعا اطق فوق هني، اعتقد اني اطق كليك، اي نعم اطق كليك هني، اتحول للشاشة الرئيسية اللي هي ديسبلاي 1 واقرا كومنتاتكم بشكل عام وبشكل سريع. هذا شيء حلو صراحة، يعني هذا شيء حلو. اقدر هني اشوف الكومنتات. طبعا ما اقدر ارد على الكومنتات لانه ما يحول عربي هني، ما ادري شنو القصة بالضبط، ولكن اقدر اصغر واكبر مثل ما تشوفون هناك. اتحكم بشكل سريع، ريموت ديسبلاي بشكل عام. طبعا من الحركة هذه كنت انا بنقل الحدث عن طريق الديسكتوب نفسه، اي السيت اب عندي هناك على الديسكتوب، بس ما قدرت لان تعرفون مقفول اتش دي سي بي. وعندي طبعا الاتش دي سي بي والابل تي في، كنت انقل الصورة عن طريق الابل تي في، خلي طبعا شاشتي هي الديسكتوب. واتحكم يعني تحكم كامل. بوث ديسبلاي، اعتقد اني بصقر الشاشة. اوكي، ولا تخافون الصورة واضحة، 60 فريم بالثانية او 30 فريم بالثانية، يعني صورة ممتازة. يعني هذا هو على 720 بي. بس في مشكلة واحدة، يعني هذا اللي انا مستغرب من عنده. طبعا هذه حوسة قاعد اشتغل عليها على اساس قاعد اضبط السيت اب هني وهناك. يعني المفروض اني اعلمكم بالصراحة شوية لاني تاخرت. تشوفون الحواف السود هذه، ماني عارف ليش، لانه يمكن اعتقد ان الابل تي في نفسه انه يعني ما يدعم 1080 بي. هذا الموديل الاول او فيرست جنريشن حق الابل تي في اللي كان يعني نظام ستريمنج والامور هذه. لو تلاحظون مغبر شويه، بس يلا مو مشكله. طبعا قاعد اسوي عن طريق الاتش دي سي بي على اساس اني انقل لكم E3. طبعا الكمبيوتر هناك مقفول اتش دي سي بي، وهذا اللي ضيق خلقي على اساس اني ما اقدر استعمل قطعه الافر ميديا لايف جيمر بورتبل مثل ما قاعدين تشوفون. هذا اللي راح تنقل لكم البث المباشر غير عن السنه اللي طافت. فطبعا هذا كل اللي عندي ان شاء الله من ناحيه نقل معرض E3 للسنه هذه. وهذه الشغله اللي قلت لكم عنها، كان اعتقد الريموت. طبعا اقدر اعطي ميوت وانا ميوت بكليك واحد، يعني كليك واحد ميوت وكليك واحد ان ميوت. راح يبين عندي هنا علامه مايكروفون والامور هذه. بس اهم شيء اني اجيب لكم الصوره واضحه، بت ريت عالي 30 فريم. اعتقد اني مخلي 15000 بت ريت، بعدين بتشيك بعد شوي على 720 بي. بس ان شاء الله راح تستمتعون وياي بالبث، وتشوفون ردة فعلي عن حدث مايكروسوفت، حدث سوني، حدث نينتندو، حدث هم شركات الطرف الثالث اللي راح يقدمون منصات عرض لهم معرض E3. عموما لايك سبسكرايب، وهذا الرابط عندكم تحت بالدسكربشن. دشوا الحين على اساس تحصلوني. راح اشغل طبعا الكمبيوتر اخليه ستريمينج من الحين ستريمينج، وراح احط لكم
اي شيء راح احط لكم العد التنازلي، تقدرون تكتبون اي شيء بالكومنت على اساس اني اقرا لكم. وهم بعد لازم اجيب بطاط وبيبسي وفلفل والامور هذه على اساس اني استانس. عموما لايك سبسكرايب، وباذن الله اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.